في منطقة في جسمنا يا جماعة مهم قوي التعامل معاها أثناء عملية شد البطن. المنطقة دي لو فيها دهون وفيها ترهل لازم أعمل شفط للدهون وأعمل شد للترهل اللي موجود فيها وأنا بعمل عملية شد البطن. ما ينفعش أعمل شد البطن من غير ما أشتغل عليها بأي حاجة. عايز أقول لكم إن سيدات كتيرة قوي من اللي بتعاني من ترهل في منطقة البطن هي عندها برضه ترهل في المنطقة دي وتراكم للدهون في المنطقة دي. علشان كده الشغل على المنطقة دي مهم جدا أثناء عملية شد البطن عشان أحصل في الآخر على نتيجة شكلها كويس. المنطقة دي هي منطقة العانة. منطقة العانة دي يا جماعة اللي هي المنطقة اللي أسفل البطن. المنطقة دي لو ما اشتغلتش عليها وكان فيها دهون وفيها ترهل وعملت شد بطن، المنظر بعد العملية بيبقى صعب جدا. وأحيانا كتير جدا سيدات بتجيلي علشان أعمل لها تصليح المنطقة دي، بس هي عملت شد بطن قبل كده بس هي عايزة تعمل تصليح المنطقة دي لأن المنطقة دي مضايقاها جدا. علشان كده اثناء عمليه شد البطن لازم بنشتغل على منطقه العانه. لو فيها دهون نبدا ان احنا نشفطها، لو فيها ترهل نبدا ان احنا نشدها علشان يبقى في الاخر الشكل متناسق. عايز اقول ان في حالات تانية يا جماعه ممكن يبقى بطنها كويسه ما فيهاش مشكله بس عندها مشكله في منطقه العانه دي. عندها ترهل وعندها دهون متراكمه في منطقه العانه دي. فدي بتجي لنا برضه بنعمل لها عمليه اسمها عمليه شد العانه او بنسميها بيوبيك ليفت او المونز بلاستي علشان نحسن المنطقه دي. فهي المنطقه دي مهمه جدا، بتدي شكل جمالي لو اتظبطت حلو جدا. لكن لو شكلها مش مظبوط او عاليه او فيها ترهل بتدي شكل مش احسن حاجه، بيأثر بشكل نفسي او سلبي على السيده نفسها اللي بتعاني من المشكله دي. فمهم قوي يا جماعه ان احنا نتعامل مع المنطقه دي اثناء عمليات شد البطن.